الغزلين مش الغزلتين، بس برضه الشاي ما ينفعش من غير عرموس النعناع اللذيذ ده. لا كده بكلمه مفعمه كده الموضوع انتهى. تسمع عن شاي الزردة؟ اي حد قاعد على شاطئ الابيض في مطروح اكيد جرب استكانه شاي الزردة، وده بيكون عباره عن كوبايات صغيره كده فيها شاي، بس طعم الشاي مختلف جدا. والمفروض بيتقال ان شاي الزردة ده بيكون جاي من ليبيا، بما ان مطروح قريبه من ليبيا يعني. المهم بقى ان انا وقعت على مكنه لقيت عندها شاي شكله كده قريب من الزردة. اللايك شاي بقى عشان الفيديو يطلع فوق. يلا نشوف ايه اللي معانا. دي علبه شاي ليبتون 250 جرام، سعرها بيتراوح ما بين ال 60 و 63 بولمن، وطبعا ليبتون شركه عالميه بس ده بيتصنع هنا في مصر. اما ده بقى شاي الغزلين مش الغزلتين، ده شاي سريلانكي وبيتصدر لليبيا. مكتوب لك بقى شاي سيلاني ممتاز مزارع سيلان، مكتوب لك من تحت اجود انواع الشاي ابناء الوكواك. انا الصراحه مش عارف ابناء الوكواك، اكيد دي حاجه يعني في ليبيا انا مش فاهمها. اخواتنا بقى اللي من ليبيا يكتبوا لي في الكومنتات يفهمونا الموضوع ايه. سعر شاي الغزلين بقى 115 بولمن وبرده 250 جرام. عشان بقى نعملهم مظبوط محتاجين ان احنا نعملهم كشري، لان ده شاي ناعم مش شاي فتله. فهنجيب كنكتين او برادين نحط الشاي على السكر ونغليهم مع بعض. بس قبل ما نروح بقى انا في شويه معلومات لطيفه قوي اول مره في حياتي اقراها على علبه ليبتون. انتوا ازاي قعدتوا تكتبوا الكلام ده واحنا ما بنقراهوش؟ تذوق الطعم المشرق مع كل كوب غني من شاي ليبتون العلامه الصفراء المبتكر خصيصا لعشاق الشاي المصريين. الدنيا مليئه بالجمال مع شاي ليبتون العلامه الصفراء، مذاق يفتح عيوننا على روعه الحياه. ده ايه الابداع ده؟ لسه اصبر. سر طعم ليبتون الرائع الجديد انه مصنوع من اجود اوراق الشاي الطبيعيه المفعمه باشعه الشمس. لا كده بكلمه مفعمه كده الموضوع انتهى. انا بشكركم على قصيده الشعر دي، بس انا محتاج اروح اعمل كوبايتين الشاي بقى. تعالوا نشوف الاول شكلهم من جوه. اهو ده شكل كيس ليبتون. على فكره شاي ليبتون مكتوب عليه ان هو شاي كيمي، وده شاي الغزلين، بس واضح ان في فرق في الشكل. هو على فكره قريب من الزردة. بصوا الغزلين شكله تحسه ورق شاي كده، ورق لكن ليبتون شاي ناعم بودره يعني. هل هيكون في اختلاف في الطعم ولا لا؟ يلا نشوف. جبنا كنكتين حطينا فيهم معلقتين شاي ومعلقتين سكر من كل نوع. لو عندك براد مقفول يكون احسن. هنقعد نقلب الاثنين لحد ما يغلوا. ادي اول قلبه، نستنى القلبه الثانيه كده تمام. السريلانكي ادي اول قلبه، القلبه الثانيه كده تمام. واكيد طبعا لازم نصفي الاثنين. ده شكل الشاي السريلانكي بعد ما اتصفى، وده شكل ليبتون. نزلنا بعده الشاي برادين من نيش لزوم الدلع. ادي كوبايه، ادي الثانيه. ننزل بليبتون. انا بشوفهم بيعملوا كده في الافلام، لازم يبقى ساند كده. ليبتون الغزلين، شكل الاتنين جنب بعض. ليبتون اغمق سيكه من الغزلين ده بالنسبه للشكل، لكن الطعم هيكون عامل ازاي تعالوا بقى ندوق ونشوف. ندوق في الاول ليبتون. لما حطينا معلقتين شاي في ليبتون بقى تقيل، الناس اللي بتحب الشاي التقيل هتتكيف. اكيد مش هقيم شاي ليبتون يعني، احنا بنشربه كل يوم. شويه ميه نفصل وديني على سريلانكا. هنا طعم الشاي اهدى بكتير. ده لما حطينا المعلقتين قلب شاي صعيدي، لكن ده المعلقتين منه مخلينه لسه خفيف برضه مقبول. وانا بما اني ما بحبش الشاي التقيل قوي فده بالنسبه لي حلو. بس برضه الشاي ما ينفعش من غير عرموس النعناع اللذيذ ده. ننزل هنا واحد في الكوبايه الثانيه. ده جامد قوي يا جدعان. ده لما اتحط له النعناع خلى طعمه في حته تاني خالص. بس المره الجايه لما اجي اعمله محتاج احط شويه شاي تاني، ومحتاج كميه الشاي تبقى اصغر، يعني محتاج يتعمل في استكانه صغنونه كده. يعني الملخص يا منجوجه، الغزلين ده قريب من الزردة، هو الشكل شكل الزردة بالظبط، طعمه قريب بس مش هو اللي انا شربته في مطروح. يا اما انا عملته غلط يا اما في اختلاف في النوع. فلو حد بقى يعرف الزردة اصلا بتتعمل ازاي يكتب لي ده في الكومنتات. وبس كده، دي كانت حلقه فضول المانجو. كان جايبه ان هو عايز يدوق شاي مختلف عن الشاي الطبيعي اللي هو بيشربه كل يوم، ويشوف هل في فرق في الثقافات ولا الامور بخير. لو اي حد بقى عنده اي حاجه عايزنا نجربها، اي حاجه مختلفه، اي حاجه غريبه، اي حاجه في السوق عايز يجيبها وقلقان، اخو المانجو سداد، اكتب لي ده في الكومنتات وانا اجيبه واجربه هنا مع بعض. واخيرا لكل المانجو لافرز، سلام عليكم.